السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. النهاردة هنتكلم في الفيديو بتاعنا عن إزاي ترجعي لنفسك، لأن إحنا عندنا إحساس صعب قوي بيتكرر عند ناس كتير. بتبقي موجودة فعلا بس مش حاسة بنفسك. أي نعم، بتضحكي بتتكلمي بتعيشي يومك عادي، بس جواكي في فراغ، حاسة إن في حاجة مش مفهومة، حاسة انك زعلانة ومش عارفة ليه. مش عارفة هل ده زعل ولا انت تعبانة ولا زهقانة من كل حاجة. لكن الحقيقة انت مش تايهة، انت بس بقالك فترة بعيدة عن نفسك ومش حاسة بيها. انت مش حاسة بنفسك علشان احنا اتعلمنا او انت اتعلمتي تهتمي بكل حاجة الا نفسك. تهتمي بشكلك قدام الناس، تهتمي بالناس بكلامهم برأيهم، بس عمرك ما اتعلمتي تسمعي صوتك الداخلي. ومع الوقت الصوت ده بدأ يهدى لغاية ما يختفي تماما. انت اتعلمتي انك ما تسمعيش صوتك الداخلي اللي بيقولك انك مش في نفسك السليمة، او انك تايهة او تعبانة، وبقيتي بتهربي من كل شيء. يا إما بتهربي بالشغل طول الوقت أو بتهربي بأي حاجة، مع الناس بتخرجي بتضحكي بتتكلمي بتقعدي على الموبايل كتير، بس اللي جواكي مش مبسوطة، ودايما بتتجاهلي إحساسك ده وتقولي عادي. لكن كل مرة بتهربي فيها انت بتبعدي خطوة زيادة عن نفسك الحقيقية، وبتظهر عليكي علامات كتير. لو في علامة من العلامات اللي هقولها لك ديت، واحدة على الأكتر أو أكتر من واحدة عندك، يبقى أنت محتاجة ترجعي لنفسك فورا. من العلامات اللي بتبين لك إن أنت مش في نفسك الحقيقية، أنت مش فاهمة أنت عايزة إيه، بتتأثري بكلام الناس بسرعة، بتتضايقي من حاجات صغيرة، بتحسي بتعب من غير سبب واضح، مش عارفة مالك، بتزهقي بسرعة، عندك لخبطة في مشاعرك، ساعات كتير بتبقي هادية وساعات تانية بتنهاري فجأة. فبداية الرجوع لنفسك والتخلص من العلامات دي الوعي. أول خطوة لازم تبقي واعية، تبقي شايفة نفسك من بره وفاهمة انت بتعملي ايه وبتحسي بايه. ومن الخطوات اللي نعملها علشان نرجع لنفسنا او نحس بنفسنا شوية، اول حاجة اقعدي مع نفسك، اقعدي مع نفسك بصدق، يعني من غير ما تفكري وتتعبي تفكيرك ومن غير ما تحسي بملل ولا توتر. اقعدي مع نفسك لحظة هدوء. تاني حاجة اسمعي لمشاكلك. يعني طول الوقت احنا بنحاول نصلح نفسنا بسرعة، يعني ما نزعلش نكبر دماغنا نعدي الموضوع، لكن اوقات كتير انتي محتاجة تعيشي الاحساس ده مش تهربي منه. الاحساس ده رسالة بتقولك انتي زعلانة بسبب انتي عندك مشكلة لازم تحليها. الخطوة الثالثة اكتبي كل اللي بيدور في دماغك، كل أفكارك اكتبيها على ورقة من غير ما تفكري، من غير ما ترتبي كلماتك ومن غير رقابة. يعني اكتبي كل اللي جواكي حتى لو مش مفهوم، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتفهمي نفسك أكتر. اكتبي كل اللي بيدور داخلك حتى لو مش مرتب أو بدون تنظيم. الخطوة الرابعة اسألي نفسك مجموعة من الأسئلة. أنا زعلانة من إيه؟ مثلا إحساس الزعل ده جديد ولا قديم؟ طب أنا خايفة من إيه؟ إيه الحاجات اللي نفسي فيها ومش بقدر أقولها؟ إيه اللي بيوجعني وبداريه؟ كل الأسئلة اللي من النوع ده هتفتح لك أبواب كتير جواكي تخليكي تشوفي نفسك بصراحة من جوه.
الخطوة الخامسة، قللي شوية أو بطلي ترضي كل اللي حواليكي. انت بتحاولي تكوني نسخة ترضي كل الناس، بس على حساب مين؟ على حسابك انت وحساب نفسك. كل مرة بتقولي ماشي وانت مش مقتنعة، او بتوافقي على شيء وانت مش مقتنعة بيه، او كل مرة بتسكتي وانت جواكي كلام كتير، انت كده بتبعدي عن نفسك اكتر. الخطوة السادسة، حطي حدود للآخرين. اتعلمي تقولي لأ، اتعلمي تقولي أنا مش مرتاحة للشيء الفلاني، اتعلمي تقولي أنا مش عايزة ده. الحدود اللي انت هتحطيها دي مش قسوة منك، دي احترام لنفسك. الخطوة السابعة، اهتم بنفسك بجد. يعني الاهتمام مش عناية بالشكل أو الوجه أو اللبس فقط، لا، اهتمي براحتك، نامي كويس، كلي أكل مظبوط وصحي، حددي وقت تقعدي فيه لوحدك، اعملي أي حاجة بتحبيها. جسمك ونفسيتك مرتبطين ببعض، ما ينفعش تهتمي بمظهرك الخارجي وجسمك وشكلك من غير ما تهتمي بنفسيتك. ده هياخدنا للخطوة الثامنة، ادي لنفسك وقت. مش كل حاجة هتقدري تعمليها في يوم واحد، او مش كل حاجة هتقدري تصلحيها في يوم. هتعدي ايام هتحسي انك كويسة وفعلا ماشية كويس، وفي ايام تانية هترجعي من نقطة الصفر، لان رحلة التغيير مش خط مستقيم انت ماشية عليه، طبيعي يحصل كده. 9 خطوة، واجهي نفسك بصدق من غير ما تبرري ولا تجملي الموقف. يعني لو غلطتي قولي أنا غلطت في النقطة دي، أنا كنت ضعيفة في الموضوع ده، كنت محتاجة ده. الصدق مع نفسك هو العلاج الحقيقي. هياخدنا للخطوة 10 والأخيرة، سامحي نفسك على كل شيء غلط. يعني سامحي نفسك على اختياراتك الغلط، سامحي نفسك على الناس اللي سمحت لهم يتدخلوا في حياتك، سامحي نفسك على الوقت اللي ضيعتيه من غير ما تستفيدي منه. سامحي نفسك عشان تعرفي تبدأي من جديد. الرجوع لنفسك ضرورة مش رفاهية، لأنك طول ما انت بعيدة عن نفسك مش هتفهمي حياتك ولا هتحسي براحة ولا هتعرفي تختاري صح. لكن لما ترجعي لنفسك هتحسي بهدوء، هتفهمي نفسك من غير ما تشرحي لأي حد ولا تبرري لحد، وهتعرفي تمشي في حياتك بثقة أكبر. انت مش محتاجة تبقي نسخة أحسن من نفسك، انت محتاجة تبقي قريبة من نفسك أكتر، لأن في اللحظة اللي هتفهمي فيها نفسك بجد كل حاجة تانية هتبدأ تتظبط لوحدها. وكل وجع حسيتيه أو كل لخبطة في حياتك ولا كل دمعة نزلت من غير ما تعرفي ايه سببها، كل دي كانت بيحاولوا يقولولك ارجعي لنفسك. كل الأحاسيس دي كانت بتقولك ارجعي لنفسك بنفس واضحة وحقيقية، مش النسخة اللي الناس عايزاها ولا النسخة اللي الظروف فرضتها عليكي. وخلي بالك محدش هيجي ياخد ايدك ويرجعك لنفسك، القرار ده لازم يطلع منك انت. وممكن يكون الطريق مش سهل، وممكن تقعدي وتقومي وتقعي 1000 مرة، بس كل مرة هترجعي فيها لنفسك هتقربي من السلام الداخلي اللي انت طول عمرك بتدوري عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.